يلا كده النهاردة نعمل مع بعض الفول المدمس في البيت زي طريقة المطاعم بالظبط ويمكن أحلى. وطبعا السحور ما ينفعش غير من طبق الفول من غير مكونات كتير ولا إضافات كتير، هي 3 مكونات بس وهناخد أحلى فول مدمس بيتي نضيف وكمان موفر وطعمه أحلى بكتير من الجاهز. يلا هنحتاج عندنا نص كيلو من الفول البلدي. نكون منقينه كويس قوي ونشيل منه أي شوائب أو في أي فولية مكسورة أو مخرومة، دي نتجنبها خالص عشان ما تبوظش الفول اللي عندي. كمان نختار الحبة اللي بتكون لونها فاتحة بالشكل ده، هنغطيها كويس قوي بالمية ونحط كده مية بزيادة لان لسه حجمها هيتضاعف معانا. النقع بيقعد معانا من 6 ل 12 ساعات يعني على حسب الوقت المتاح عندكم. عامة يفضل كل انواع البقوليات ان هي تتنقع في المية مدة مش اقل من 6 ساعات، ويفضل ان احنا نغير عليها مرتين او 3 عشان نتخلص من اي شوائب او الحاجات اللي بتسبب الغازات. هحتاج عندي نص كوباية من الفول المدشوش وبرده بنقعها كده في المية. لو ما عندكوش فول مدشوش بناخد من الفول اللي احنا نقعناه ده كمية كده حوالي نص كوباية وبنقشرها ويبقى كده عندنا الفول المدشوش. دي هي بس المكونات اللي هستخدمها واضافات تانية بسيطة قوي. ده شكل الفول بتاعنا بعد ما اتنقع 12 ساعة، هتلاقوا كده حبة الفول حجمها اتضاعف معانا بالشكل ده. طبعا المية بتاعتها هناخدها هنصفيها ونغير لها مية تاني لحد لما تبقى ميتها شفافة خالص. هنضيف بقى عندنا الفول بعد ما صفيناه وتخلصنا من المية اللي كانت منقوعة فيها، ونفس الكلام عملناه مع الفول المدشوش. هضيف لها كده حوالي 4 معالق كبيرة من العدس الأصفر مغسول ومتصفي مش منقوع. ممكن كمان نضيف لها معلقتين كبار من الرز، من الحاجات اللي بتخلي قوام الفول يتقل معانا وبتبقى كده طعمها حلو. نديها عصرة نص ليمونة او ممكن رشة من ملح الليمون زي ما انتوا شايفين، هو ده اللي انا بحطه في الفول. ما بستخدمش ولا بصل ولا طماطم لان احنا مش بنعمل طبيخ. قبل كده كنت بحط فيها بصل وطماطم بس لما جربتها بالطريقة دي طعمها كان حلو جدا. هنضيف لها حوالي لتر ونص من المية، يعني نحط لها ميه بزياده عشان ما نضطرش احنا نفتح عليها تاني. دي حاجه اضافيه. معلقه صغيره من الكركم بيديها لون وطعم حلو جدا. نرفعها على نار تكون هاديه قوي، ويفضل نحط تحتها شياطة وما نفتحش عليها. تقعد معانا تقريبا من 4 ل5 ساعات، ومن وقت للتاني بنديها تقليبة ونشوفها محتاجة مية ولا لأ. أنا ما ضفتلهاش مية، هي أنا اكتفيت بشوية المية اللي أنا حطيتهم في الأول، هي اللتر ونص. بيطلع بقى الفول معانا بصوا دايب جدا لونه حلو قوي. الفول ما شاء الله طالع تسويته تحفة قوي. ما ضفناش ولا بصل ولا طماطم ولا جزر. جربوها بالطريقة دي وهتلاقوا طعمها احلى بكتير، وتقريبا دي الطريقة الاصلية اللي بتتعمل في المطاعم. اضافة بقى البصل والثوم والحاجات دي يفضل نحطها واحنا بنعمل طبق الفول على السحور عشان ما يبقاش طعمه مختلف، خصوصا اضافة الطماطم بتغير من طعم الفول. بنعبيها بقى في اكياس بالكمية اللي احنا عاوزينها على حسب عدد افراد الاسرة، ونحفظها في الفريزر تقعد معانا طول شهر رمضان ونعمل بيها احلى طبق فول على السحور. اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجابكم وتجربوا طريقتي في الفول المدمس. وكل سنه وانتم طيبين، وانتظروني ان شاء الله في وصفات جديده.